اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. يا مساء الخير على احلى ناس في الدنيا. تعالوا مع بعض نشوف الملوخيه وجمال الملوخيه الخضراء. زي ما انتم شايفين كده، هنعمل النهارده ملوخيه خضراء، وهنعمل معاها فراخ محشيه بالفريك. تعالوا مع بعض نشوف. بس قبل ما نكمل الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول في التعليقات كده، ونحط لايك ونشترك في القناه لو ما اشتركتيش. وتعالوا نبدا الوصفه مع بعض ونشوف اسهل طريقه فراخ محشيه بالفريك. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا نص كيلو من البصل، ومعايا 3 فراخ زي ما انتم شايفين كده. هنعمل البصل عشان نتبل بالفراخ ونعمل الفريك بيه. اول حاجه معايا هنا معلقه كبيره من الفلفل الاسود ومكعب مرق وتوابل فراخ وملح. دي هنتبل الفراخ بالبصل زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنعمل الخلطه نفسها اللي هنحشي بيها الفراخ. اول حاجه كده هضرب البصل زي ما انتم شايفين، هطحنه بالمطحنه. عايزاه ناعم علشان نتبل بيه الفراخ من جوه، عشان تدي طعم حلو زي اللي انت بتاكليه في المحلات واحسن كمان. زي ما انت شايفه كده، طحنت شويه من البصل وحطيت عليها توابل الفراخ اللي انا حطاها دي، توابل الفراخ وفلفل وملح ومرق الدجاج. وبدعكهم ببعض كده، وهدعك بيهم الفراخ من جوه ومن بره كويس، علشان تبقى متبله كويس من بره ومن جوه، وتدي طعم حلو قوي وانتي بتاكليها. زي ما انت شايفه كده بدعك من جوه ومن بره. طبعا انا مفرغه الفراخ من جوه الجلد نفسه، ومشرحاها علشان التتبيله تخش من جوه زي ما انت شايفه كده. وبحاول ادعكها كويس. وطبعا انا غاسله ايدي طبعا علشان ده اكل ما ينفعش ان احنا طبعا ما يبقاش ايدينا نظيفه، علشان مفيش حد يجي يقول لي انت بتعملي بايدك. لا، انا عندي كوندات وكل حاجه، بس انا بحب المس الحاجه بايدي علشان اشوف بعمل ايه فيها، يعني بدعكها ازاي وبلمسها ازاي. زي ما انتوا شايفين كده، هدعك الفراخ كويس. تعالي نشوف الخطوه التانية هنعمل ايه. انا نقع كوبايه ونص من الفريك، ودي كانت بصراحه اخر كميه عندي، ودي يا دوبك هتكفي ال3 فراخ. كان عندي كوبايه ونص فريك موجوده، فنقعتها كويس وحطيت عليها ميه سخنه وسبتها كده. وتعالي نشوف هنعمل فيها ايه. ادي كده الفراخ تبلت كويس، هسيبهم بقى على جنب لحد ما نشوف خلطة الفريك بتاعتنا. عندي كوباية ونص نقعتهم زي ما انت شايفة كده. في ناس طبعا بتبقى عايزة الفريك، لو انت عايزة الفريك بتاعك مستوي قوي هتزودي فيه السوا. تمام. كمية البصل اللي احنا عملناها، هنيجي مع بعض هنا على البوتاجاز ومعلقة سمنة كده. وبعد كده هنزل البصل. لو في كبد وقوانص حطي، مفيش ما خلاص مش مشكلة. عندك مثلا البصل هنا انا عايزاه مصفر شويه بسيط. وبعد كده هنزل عليه التوابل، ملح وفلفل اسود وكبابه صيني ومكعب مرق زي ما انتم شايفين كده، قبل ما هنزل الفريك علشان اطعم فيه البصلايه اللي بعمل بها الفريك. انزل بعد كده كميه الفريك اللي عندي. وطبعا انا حاطه ميه هنا علشان تسخن، عشان لما احشي الفراخ فيها هسقطها على طول زي ما انت شايفه كده. مجرد ما البصلايه تدبل معايا هنزل الفريك على طول بالشكل ده كده. طبعا انا عايزاه نص سوا بس، علشان طبعا هيكمل بقيه السوا بتاعه في حشوه الفراخ، فمش عايزه اسويه قوي. زي ما انتم شايفين، هفضل اقلبه شويه وبعد كده هزوده نص كوبايه ميه، واوطي عليه كده زي ما بنعمل الرز بالظبط. لو حابه تحطي فيه مثلا شويه عصير طماطم او معلقه صلصه براحتك. انا بحب كده ساده. لو طبعا بنعمل رز برضو بيبقى نفس الطريقه كده. حطيت عليه شويه ملح بس كده صغيرين، وبعد كده هزود عليه شويه ميه، وبعد كده هوطي عليه يستوي نص تسويه كده، علشان مش عايزاه مهري قوي في قلب الفراخ. مجرد ما يشرب الميه كده هنحشي بيه على طول الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، ادي الكميه كلها بعد ما استوت. هاجي هنا مع بعض بقى، دي لبست جوانده عشان بس الفريك كان سخن شويه. هحشي كده ما بين الجلد زي ما انتوا شايفين،
وهحط برضو فوق جوه الفرخه، وما تزوديش قوي، ان انا زودت بصراحه، كان اخر معلقتين في الطبق، اضطريت ازودهم، فالجلد اتقطع، في اخر فرخه اتقطعت فيها الجلد بتاعها، علشان كنت مزوده بيها الفريك شويه. يعني هو المعقول بيبقى حلو دايما. احنا كده كده مش مسويين الفريك قوي، فما متزوديش الفريك قوي على حشوه الفرخه، علشان ما تفرقعش منك. انا عندي هنا اللي هو خلة الاسنان دي، اللي هو لا اسم تاني كده، ديسكتوب او حاجه زي كده. آه بنقفل بيها زي ما انت شايفه. لو مش عارفه تقفلي بيها، ممكن تخيطي بخيط كده زي ما كنا بنعمل زمان. او لا اما تقفلي تحطي الرجل ما بين بعضها كده وتقفليها. بس طبعا دي انا مش بحب اعمل الحركه دي بالذات، عشان بتنزل برضو الفريك، وعلشان طبعا انا عندي هنا فتحه الفراخ كبيره شويه، مش هينفع ان انا اضم الرجلين على بعض. تمام. احط شويه فريك كده في قلب من عند الرقبه كده، مش هعملها قوي، لان انا حاطه من جوه كتير بصراحه. وبعد كده هكمل بقيه الكميه زي ما انتم شايفين كده، مفيش اسهل من كده على فكره. لو انت مش بتحبي طبعا بقى الفريك، هتحطي رز، يعني هتعملي الفراخ بالرز. تمام. في ناس بتبقى يعني ايه، بتعملها بحشوة المحشي. ممكن تحشي الفراخ محشي من جوه، محشي ورق عنب، ودي برضو بتبقى فكرة مجنونة شوية. ممكن تعمليها عادي لو انت عازمة حد بقى، وبتيجي كده على السفرة، تفتحي الفراخ او مثلا البطاية او كده، وتكون بقى طبعا محشية من جوه بقى ورق عنب، بتنجان، فلفل، كرنب كده بقى حسب ما انت عايزة. انا حشيت كده كله، وهكذا هقفله بقى مع بعضه. والمية طبعا غليت ورايا. بصوا كمية الفريك هيفيد منها شوية، فانا هحطهم جواها برضو، لان طبعا مفيش الا هما، مش هينفع ان انا اسويهم لوحدهم، ومش هينفع يترموا حرام، فهضطر ان انا اكبس اخر واحدة دي شوية بالطريقة دي كده. اظن مفيش اسهل من كده. هقفل بقى كل الفراخ. تعالى مع بعض بقى ايه، نقفل الفراخ كده ونسقط الفراخ. زي ما انتم شايفين عندي هنا المية، حاطه فيها فلفل اسود، ورق لوري، وعندي بصل مبشور كده، حطيت برضو شوية يدوا طعم، وملح ومكعب مرقة. تمام. هسيبهم بقى لحد ما يتسلقوا، بعد كده نيجي مع بعض واحنا ايه، بعد ما حمرناهم. انا اسفة جدا على المقطع ده اللي اتحذف وانا بحمر الفراخ، والله اسفة جدا. انا هنا زي ما انتم شايفين حطيت زينتها كده بالخضرة والطماطم كده بالشكل ده. واسفة جدا على المقطع اللي اتحذف مني. وادي الملوخية زي ما انتم، وادي الملوخية بتاعتنا ايه، بعد ما وريتها لكم في اول الفيديو. طبعا انا ما صورتهاش معاكم، بس حبيت اوريها لكم، هي لسه صبنا بعد ما طشيناها على طول. عايزه اقول لكم طعمها تحفه جدا. وادي الفراخ اهيت، وطبعا الفرخه اللي هي اليمين دي هي اللي اتفتحت معايا زي ما قلت لكم. طبعا الجلد بتاعها اتفتح شويه علشان الحشو بتاعها. وبصوا تسويه الفراخ عامله ازاي، والفريك مفلفل ازاي. يا رب الفيديو يعجبكم، وتكون فكرة حلوة ليكوا على الغدا، مثلا تجربوها على الغدا. لو انت محتارة في الغدا بتاعك النهاردة او العشاء، براحتك. ممكن تنفذيها. فكرة بسيطة. زي ما انت شايفة الفراخ كده دايبة دوب، ومستوية قوي، يعني مهرية بمعنى اصح. طعمها طعم يعني بصراحة عايزة اقول لكم تحفة. جربوها يا رب تعجبكم. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم ويكون ده خفيف عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.